بعد بسم الله الرحمن الرحيم، دائما حفاظا على الأرواح والممتلكات وحفاظا على النفس البشرية هذه من الهلاك بالقاتل الصامت، وكذلك الاستعمال السيء لمادة الغاز الطبيعي الذي هو نعمة إذا أحسن استعماله، لكن بإمكانه أن يتحول إلى نقمة إذا أسأنا استعماله كذلك. إذن اليوم بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين تم تنظيم برمجة حصة تحسيسية توعوية لفائدة طلبة متوسطة زعزوع أحمد، وهذا من أجل تحسيسهم وتوعيتهم وتقديم لهم جملة النصائح والإرشادات التي من شأنها تجنب حوادث القاتل الصامت. خطرة في العام قبل ما نستعملوا المدفأة لازمنا ننظفوه، نجيبوا مختص ينحي هذيك المدفنة وينظفها، بس الداخل رانا نلقاو داخل شوائب كبار. نفس الشيء لجهاز التسخين مدفأة. الاحتراق الغير التام للغاز هو اللي راه يتسبب في انبعاث اول اكسيد الكربون، والاسباب الرئيسيه تاعو عدم توفر الاكسجين في البيوت تاعنا. السبب الاول التهويه، كي تعود ما كانش البيوت تاعنا كي يشتعل الغاز لمده طويله راح ياخذ كل الاكسجين اللي متوفر في البيت ويعود ينطلق اول اكسيد الكربون. وكان سبب ثاني، اذا كانت الاجهزه اللي رانا نستعملوا فيها في البيوت تاعنا ما هيش نظيفه، ماشي كديما ما هيش نظيفه. تنظيف، نوصيوكم يا اولاد وصيو الامهات تاعكم جهاز المدفأة يتنظف خطرة في العام قبل ما نستعملوه. مسخن الماء نفس الشيء، خطرة في العام قبل ما نستعملوه ننظفوه باش يكون الاشتعال تام. كربون، نعم. وكاينه كواشف اللي تعيد لنا اللي كاين تسرب للغاز الطبيعي. عندي الكميه محدده او يوصلني هذاك الجهاز اللي راه خطر عليه. استفدنا وتعلمنا بان غاز احادي اكسيد الكربون غاز صامت يؤدي الى الاختناق والموت.